اما القصه اللي بعد كده، ودي بنت اختفت خلال البث المباشر فعلا ومحدش عرف هي راحت فين. بنت كنديه اسمها انجيليا كانت معروفه بشكل بسيط على الانترنت وبتستخدم تطبيقات البث المباشر. واللي مخلي القضيه دي غريبه ان في ناس كتير جدا كانوا بيتفرجوا عليها وقت ما الحادثه حصلت وشافوا كل حاجه بعينهم. سنه 2021 في مدينه انتريو في كندا كانت انجيليا طالعه لايف عادي جدا بتتكلم فيه مع صحابها، والناس اللي في اللايف بيسالها شويه اسئله في كومنتات وهي ترد. الموضوع كان طبيعي جدا، مفيش اي حاجه تحمي بالخطر، يعني كل حاجه كانت طبيعيه زي ما قلت لك. لحد ما انجيليا بدات انها كل شويه تبص على الباب وكان في صوت جاي من عند الباب. ملامحها بدات تتغير تدريجيا. بدات الناس كلها انها تسال في الكومنتات ايه اللي بيحصل. فجاه سمعوا صوت خبط وصوت حركه في المكان، والبث بدا انه يقطع، والحاجه اللي في الاوضه كانت عماله تقع من الخبط. الحركه اللي في المكان بدات انها تزيد بشكل مش طبيعي، وفجاه البث قطع من غير ما حد يعرف ايه اللي بيحصل. وبعد البث بدات الناس انها تنزل على السوشيال ميديا شويه اعتقادات للي بيحصل. ناس قالت ان في حد اقتحم عليها المكان، ناس تانية قالت ان هي مخططه للي بيحصل عشان تتشهر اكتر. لكن هتظل القصه دي من اغرب اللحظات اللي حصلت لناس خلال البث المباشر.